بعد ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن بعض الخطوات اللي ممكن تساعدك على تحسين جوده نومك، انا النهارده جاي اقول لك على مشكله ممكن تواجهك اثناء النوم تاثر على اسنانك بشكل سلبي وكذلك تاثر على مفصل الفك، وهي الصرير الليلي. يا ترى ايه هو الصرير الليلي؟ هو سلوك لا ارادي بيحصل من الشخص اثناء فتره النوم وبيكون لسبب غير محدد، وانما مرتبط بشكل كبير بالضغط النفسي، واللي بيحصل ان الشخص ده بيجز على اسنانه او الاسنان بتطحن بعضها اثناء ساعات النوم الطويله، واحنا في الحاله دي لازم نحافظ على اسنان الشخص من التهدم والتكسر، لان بيكون واقع عليها لود وضغط كبير لعدد ساعات كتيره. فاحنا عشان نتغلب على المشكله دي محتاجين ان احنا نعمل تباعد بين الفكين، وده عن طريق ان احنا بنعمل له حاجه اسمها الواقي الليلي، وده عن طريق طبيب الاسنان ان هو بياخد له مقاس لاسنانه وبيسلمه الجهاز ويستخدمه اثناء فتره النوم، وبالتالي نقدر نقلل بشكل كبير موضوع صرير الاسنان. في خطوات ثانيه ممكن تساعد الشخص ان هو يقلل من الصرير الليلي عن طريق ان هو يستخدم كمادات دافيه قبل النوم او جل باسط للعضلات، او حتى يشرب بعض المشروبات الدافيه زي اللبن الساخن او شراب البابونج. كل دي خطوات هتساعده على تقليل الصرير الليلي. بالاضافه ان هو لازم يهتم بشكل كبير ان هو يعمل كنترول على الحاله النفسيه، لان هي اهم واكبر سبب بيأثر في المشكله. بالاضافه ان احنا لازم نساله ونحدد امتى بالضبط ظهر معاه الصرير الليلي، يعني لو هو مرتبط مثلا بظهوره ان هو عمل حشوه جديده او تركيبه جديده لازم نعيد تقييم التركيبه، لان هي ممكن تكون هي السبب وعامله له سوء اطباق، وبالتالي هي اللي سببت له في الصرير الليلي. كمان ممكن الصرير الليلي يظهر عند بعض الاطفال خصوصا فتره تبديل الاسنان اللبنيه بالاسنان الدايمه، ووقتها لازم الطفل يتابع مع طبيب الاسنان في الفتره دي. اما لو الشخص عمل كل الخطوات اللي احنا قلناها وما زال الصرير الليلي مستمر معاه، وقتها بنلجا ان احنا نعمل له حقن بوتوكس علاجي في العضلات، وبالتالي نشاط العضلات بيقل بشكل كبير وصرير الليلي بيقل بنسبه كبيره، واحنا بنكرر حقن البوتوكس ده بشكل دوري كل 4 إلى 6 شهور. وبكده اكون قلت لك على كل الخطوات الفعاله اللي ممكن تساعدك على التغلب على الصرير الليلي.